أخبار ماروكو 21. الخبر اليقين في الوقت والحين. الإنسان بلا حتى شي حاجة بالبيعة، وهذه البيعة راه ما زالت موجودة، وهي موجودة في المرجعية الإسلامية التي نعتز نحن بالانتماء إليها أولا وقبل كل شيء، وعلاقتنا معها مبنية أولا وقبل كل شيء على هذا الشيء. وهذه العلاقة هذه هي واحد العلاقة اللي محكومة بالمنطق ديال المرجعية الإسلامية، اللي مبني على النصح، مبني على النصح، مبني على السمع والطاعة، لأن الله هو اللي قال لنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو اللي قالها لنا، ولكن كذلك الطاعة في المعروف. ولهذا هذه المحاولات كلها هي اللي كيديروا باش يشوشوا بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى، لأن جلالة الملك هو ما غيفرطش في الدين، وحنا ما غنفرطوش في جلالة الملك، لأنه هو أمير المؤمنين، وهو الذي قال لا أنه بصفة أمير المؤمنين لن يحرم حلالا ويحرم حراما. ولهذا هذه المحاولات يعني شي مرة يلقاو شي عبارة في شي بلاغ ديالنا إلى آخره يكبروا، ولكن راه حنايا عاوتاني أبناء القرن 21 اليوم، وراه كاين بيننا وبين الدولة دستور، والدستور فيه الوضوح الكافي، فهمتيني ولا؟ ففي نفس الوقت اللي حنا متمسكين بالحقوق ديالنا اللي كاينه في الدستور، في نفس الوقت نحن على ولائنا لجلالة الملك. انتهى الكلام والسلام. ما يمكن ليناش ندينوا الدولة ديالنا، حنا مع الدولة ديالنا، حنا مع الدولة ديالنا، لا يمكننا أن ندين دولتنا. ولكن لا شفنا شي وزير مال ذات اليمين أو مال ذات الشمال أو بالغ في موقف معين ولم يراعي أن ذاك الوقت الناس جالسين كيموتوا كنقولوا راه هذا سيسيء إلى بلادنا، وسيسيء إلى دولتنا، وسيسيء إلى ملكنا. كنقولوا شي كلمة على قد الحال، وهذيك الكلمة تكاد تمر لا يراها أحد، ولكن إذا شاء الله أن يظهرها فإنه يظهرها. ولهذا اليوم الإخوان ديالنا. إذا كانت هذه زيارتك الأولى لقناة أخبار ماروكو 21، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد.